ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. طبعا بقالي كتير ما بنزلش فيديوهات بتكلم فيها، بنزل فلوجينج بس، فقلت انوع ما بين الفيديوهات دي بحيث ان انتوا ما تملوش. النهارده جاي لكم بموضوع مهم جدا وناس كتير سالتنا عليه. لما باجي امرن الناس بما اني مدرب وكده، فلما بمرنهم بيسالوني الاسئله دي، فالسؤال ده لمع في بالي كده شويه، اللي هو ليه ما اعملش عنه فيديو بما ان الناس كتير بتسال عنه. والموضوع هو تمرين البيت ولا تمرين الجيم، وايه الاحسن والمين. سؤال بيتكرر معايا كتير: اتمرن في البيت ولا انزل الجيم؟ الإجابة المختصرة الاتنين كويسين ليك، ولكن حسب انت ايه دورك وهدفك ايه. طيب نيجي لأول حاجة وهي تمارين البيت. تمارين البيت مناسبة لمين؟ لو مشغول وما عندكش وقت تفضى فيه، لو مبتدئ ولسه بتبدأ، لو بتكسل تنزل أو مش مرتاح في الجيم، ولو عاوز توفر فلوس. ونيجي لمميزات التمرين في البيت: وقت أقل، مفيش اشتراكات، وبتتمرن في اي وقت. وعيوبه: اوزانك هتكون محدده لان الموضوع كله هيبقى على وزن جسمك، ومحتاج جدا جدا تكون ملتزم مع نفسك في ان انت فعلا هتعمل التمارين دي. وتمارين الجيم مناسبه لمين؟ لو هدفك ضخامه او قوه، لو عاوز اجهزه واوزان كتير تقدر تشيلها وتبقى عمال بتتحدى نفسك، ولو عايز تنزل عشان تاخد خبره في مجال رياضه معينه بان انت تعمل ده على نفسك وتظهر العضلات ويبقى شكلك كويس. مميزات الجيم: طبعا بتلاقي نتيجه اسرع، وطبعا مع الالتزام. تعالي بقى عشان اسكت كده. هتنوع في تمارينك ومش هتمل. عيوبه بقى ان بيبقى فيه زحمه، ما بتحبش الوش، ما بتحبش الترزيع، الزعيق، ايا كان اجواء الجيم في ناس على فكره مش بتحبها خالص. والخلاصه: مفيش اختيار صح للجميع، الاهم انك تتمرن وتستمر، وابدا باللي تقدر عليه وبعدين طور. بعمل خصم جبار جدا على التدريب اذا كان في الجيم او في البيت، وعامل لك بروجرام للجيم وعامل لك بروجرام للبيت اذا كنت عايز تستفيد من الاثنين، فكده مالكش حجه ان انت تبدا وتتمرن. لو حابب تعرف التفاصيل اذا كنت عايز تروح للجيم او اذا كنت عايز تتمرن في البيت، اكتب لي كومنت وهبلغك بكل التفاصيل بتاعه البرنامج ده والبرنامج ده. حاجه مهمه حابب اقولها: مش المكان اللي بيعمل جسم، اللي بيعمله هو الاستمراريه واصرارك على انك توصل للجسم اللي انت عايزه. وبس كده، بحبكم. سلام.